أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج مصطلح الأسبوع. مصطلحنا لهذا الأسبوع هو مصطلح الاقتدار. الاقتدار باللغة العربية يعني التمكين والقوة، ويرادفها بالفرنسية كلمة أوتوريتا، وتأتي بمعنى القوة أو السلطة. وهذه التعاريف تعاريف المدينة والطبقة، وتقف ضد المجتمع الطبيعي. فالاقتدار لا يحتوي على الإكراه أو التهديد، فعندما يظهر الإنسان التصرفات الإيجابية ويظهر الاحترام فإن هذا يسمى الاقتدار، وهذا الاقتدار يعطي المكانة الاجتماعية، والاقتدار جزء مكمل للمجتمع. 98% من الذاكرة الاجتماعية لم يعرف المجتمع السلطة المفروضة بالقوة والإكراه من الخارج، وهذا لا يعني أن المجتمعات عاشت من دون إدارة واقتدار، كونها تعيش ضمن ضوابط أخلاقية وسياسية، وهذه الضوابط تعطي القدرة الأكبر من السيادة والاقتدار. والذين يطورون هذه الروابط يكتسبون الاحترام، وبالتالي ينالون القيمة العليا لقيادة المجتمع والاقتدار كالاقتدار الأمومي. وفي مرافعة القضية الكردية وحل الأمة الديمقراطية وتحت عنوان أزمة الاشتراكية العلمية، يعرف القائد عبد الله أوجلان مصطلح الاقتدار كالتالي: يعد الاقتدار واحد من المواضيع السياسية والاجتماعية التي يكثر الجدل حولها في الفلسفة، فكلما ازدادت المجتمعات تطوراً يقدو تطورها أمراً لا بد منه. وقد شوهد عدد جم من مختلف أشكال الاقتدار في جميع المجتمعات، بدءاً من مجتمعات الكلان وحتى مجتمعات الهيمنة الراهنة. لا يمكن ذم الاقتدار كقاعدة، بل ينبغي تعريفه من خلال تقييمه حسب ظروفه ووظائفه. فالاقتدار الأمومي أيضاً سيادة، ولكن نفيس ومثمر، بينما الاقتدار الذكوري سيادة مختلفة وتتداخل جوانبها الإيجابية والسلبية. أما الاقتدار المتحول إلى سلطة فيعني النفوذ الذي بلغ حد السوء المطلق، ومع اعتبار نفوذ السلطة طيلة التاريخ على أنه مصدر السوء سوى بسبب طابعه الناهب والاستعبادي. أما الاقتدار الديمقراطي فهو شكل جد مختلف، ويعني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، في حين أن الإدارة السياسية ثمينة جدا، وهي ضمان الحياة الأخلاقية وحجر الزاوية فيها، نظرا لاتباعها النقاش العام ولأخذها المصالح الحياتية لكافة الشعب بصورة خاصة معيارا أساسيا ولازما لها. وفيما خلا ذلك نلاحظ عددا جما من أشكال السيادة في المجالات العلمية والاقتصادية والدينية وغيرها. جميع أشكال الاقتدار تلك قيمة ولا غنى عنها، بشرط عدم إضفاء الطابع التعصبي عليها وعدم تحويلها إلى ستار للمصالح الشخصية. وأما الاقتدار الثوري فإنه يعبر عن لحظة ولادة الاقتدار اللازم في جميع المجالات العلمية والاقتصادية والدينية، والذي سوف يصبح مؤسساتيا لاحقا. ما من شك في أن كل اقتدار شخصي ليس سيئا، ففي حال استخدام السيادة الشخصية في المكان المناسب وسبقها بالمعنى التاريخي الاجتماعي اللازم، فإنها تثمر عن قيم وإنجازات عظمى، وتؤمن تسارع وإنجاح التغيير والتحول الاجتماعيين. لكن العكس أيضا يسري في بعض الأحيان، إذ ثمة شخصيات سلبية بقدر الشخصيات التاريخية الإيجابية، وعليه ينبغي عدم التخلي قطعيا عن الاقتدار الجماعي. أما الاقتدار الثوري الجماعي منه والشخصي فهو قيم وحساس جدا، نظرا لكونه سينم عن الطابع المؤسساتي المستقبلي للمجتمع، بالتالي فاستخدامه بنحو صحيح وفي مكانه المناسب يتحلى بأهمية مصيرية، كما أن استخدامه في الزمان المناسب أيضا أمر مهم جدا.
أما التلاعب بالاقتدار الثوري في مثل هذه الظروف واستغلاله لأجل السوء وبشكل سلبي في سبيل المصالح الشخصية الأنانية، فهو دليل على أشنع السيئات بحق المجتمع. ومن هذا نستنتج أن الاقتدار يجب ألا يستثمر في سبيل تحقيق المآرب المنحطة، فالكثير من القياديين استخدموا إمكانياتهم من الاقتدار في تحقيق مصالحهم، وهذا يمثل النماذج السيئة للنفوذ السلطة، وهذا يعني مرض التحول إلى سلطة. وقد تفشى هذا المرض في الاشتراكية المشيدة، لذا ما تحتاج إليه ثقافات وشعوب الشرق الأوسط هو الاقتدار الديمقراطي. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. دمتم سالمين.